غادرنا إلى دار البقاء اللاعب الدولي الفرنسي والمدرب السابق للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم أنغي ميشيل عن عمر يناهز 70 سنة. وكان أنغي ميشيل المشرف على المنتخب الوطني المغربي في مونديال فرنسا 98 900 وألف، حين خرج بصعوبة من الدور الأول بعد تعادل وفوز وهزيمة. كما قاد فريق الرجاء الرياضي للفوز ببطولة كأس الكاف سنة 2003 وبطولة الدوري المغربي سنة 2004، علما أنه أشرف أيضا على المنتخب الإيفواري الذي لعب نهاية كأس الأمم الإفريقية سنة 2006 بمصر. وقضى ميشيل معظم فترات حياته كلاعب ضمن فريق نانت الفرنسي الذي قاده للفوز بالدوري في 3 مناسبات وبكأس فرنسا في مناسبة واحدة، كما لعب للمنتخب الفرنسي 58 مباراة دولية في الفترة بين 1967 و 1980، من ضمنها مشاركة واحدة في كأس العالم سنة 78 900 وألف. وفي مجال التدريب قاد أنغي ميشيل المنتخب الفرنسي الأولمبي للفوز بذهبية أولمبياد 84 900 وألف، وأشرف على المنتخب الفرنسي الأول الذي احتل المركز الثالث في مونديال المكسيك سنة 86 900 نشرتنا وألف. بهذا الخبر حيث توفي لاعب الوسط الدولي والمدرب السابق للمنتخب الفرنسي لكرة القدم والناخب الوطني أنغي ميشيل عن سن يناهز 70 عاما. وقاد أنغي ميشيل أسود الأطلس مرتين ما بين العام 1995 والعام 2000 ثم ما بين 2007 و2008. وقد خاض الناخب السابق رفقة المنتخب الوطني لكرة القدم نهائيات كأس العالم فرنسا 1998، حيث كان المنتخب الوطني قاب قوسين أو أدنى من التأهل للدور الثاني.